سلام من نور الله لنفحة الروح فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا نجيو نكملوا على الفيديو ديال النصوص ديال الدماغ وغنعرفوا باش غينفعنا اننا نعرفوا الفرق بين هاد النصوص بجوج في القرايه، في التعلم، في كلامنا وحتى في تعاملاتنا الحياتيه. كتعرفوا اينشتاين ياك؟ اكيد كتعرفوا. لما لا هو كيضرب به المثل حتى الا انت وحلتي وما عارفش الحل ديال شي حاجه او كثيره عليك، انت براسك كتقول مالي اينشتاين خرجها، خصوصا فيما يخص جانب الحساب في الرياضيات او الفيزياء. واش عارف باللي هو ما كانش فيزيائي ولا رياضي ودماغه مكدس بالارقام والمعادلات؟ لا ابدا. تاريخ حياته بين انه سقط في الرياضيات المدرسيه، يعني ذاك العالم المشهور اللي كيضرب به المثل في الذكاء دوبل، وكانوا غيجريو عليه من الكليه سبب احلام اليقظه ديالو. وحسب ما قال هو شخصيا انه ما اكتشفش نظريته النسبيه وهو جالس مور المكتب، لا، ولكن هو اكتشف هو متكي على تله خضراء في نهار صيفي جميل، وكان كيشوف بعينيه نص مغمضين كتبان ليه الشمس كتشطح من خلال الرموش ديالها ومقسمه الالاف الاشعه الشمسيه الصغيره. جاب الخيال ديالو وركزوا على كلمه الخيال. قرب هذا الخيال ديالو انه يدير رحله عبر العالم من خلال ديك الاشعه ديال الشمس. خداه الخيال ديالو داكشي اللي كان مضارب مع عقله يعرفه في مجال الفيزياء. النتيجه باش اثرت عليه هذه الرحله الخياليه رجع بالمعادلات ديالو، وكانت عنده قناعه بان هذا الخيال ديالو غيديه بعيد، حيت وظفوه بطريقه اللي خلاته يتوصل للرياضيات الجديده وكتفسر صحه كل حاجه قالها لعقله. فمن خلال هذه اللعيبه اللي دار اينشتاين كيتبين انه حل في بعض المسائل اللي خاصين بالجانب الايسر، الشيء اللي كيخليه بالطريقه التحليليه ما كيفهم فيهم والو، ومشى وظف الجانب الايمن اللي من بين الخصائص ديالو الخيال، وخدا ديك الحاجه اللي وحل فيها من الجانب الايسر وحطها في الجانب الايمن من خلال الخيال، وتفتحات مدركاتها في عقله. فهو هنايا خدم الجانبين بجوج، بحال الا قلتي النص الايسر هو واحد في الحل ديال المساله وعاونوا خوه اليمين وتمكنوا بجوج انهم يحلوها. المعاونه ديما زوينه. الطريقه اللي دار اينشتاين زوينه بزاف، يقدر اي واحد فيكم يطبقها وغيوصل للحل لاي حاجه صعيبه عليه كون اكيد من هذه المساله. فنرجع نشرحوا اعمق اشنو دار اينشتاين. كان في الاول مركز على الجانب الايسر من دماغه، وغالبا انت براسك ملي كتركز على شي حاجه تحلها ودرك راسك تعرف مباشره انك ضاغط على جانب واحد من دماغك فقط، هو الجانب الايسر، هو جزء تحليلي خاطر مسكين ضيقه بزاف. اذا هو خد هذيك الحاجه من الجانب الايسر وحول بلاصتها للجانب الايمن، اي انه عوض يفكر بنص دماغ واحد فكر بجوج نصوصه. فخدا ديك المساله فكر بها بدماغه اليمين وموظف خاصيه التخيل حول ديك المساله وحولها لرحله وحطها في صوره زوينه، الشيء اللي خلاه يلقى ويطور الفيزياء والرياضيات القديمه الفيزياء والرياضيات الجديده. وهذا الشيء خلى هذه النظريه ديالو من اهم النظريات عبر العصور. دابا كيفاش يمكن لك تطبق انت هذه اللعيبه وتخلي الحل يجيك من الجانب الايمن ديال الدماغ ملي كيوحل فيها الجانب الايسر؟ حيت هذا الشيء غيسهل عليك التذكر في اي حاجه، ماشي غير في القرايه، في كل شيء. فالطريقه كالتالي، وديما كنخدمها في حل كل المسائل اللي كنبحث فيهم، وكيلهمني الله تعالى بمدركات جداد، شي حاجه جديده كتنور في عقلك. اذا خذ اي حاجه ما بغاش تفهم لك، اختار بلاصه زوينه كتفوج على الخاطر، حيت الجانب النفسي مهم بزاف. قد ما كنتي مرتاح نفسيا الذاكره ديالك والعقل ديالك ودماغك كيكونوا مرتاحين وخدامين مزيان. ثم ركز على شي حاجه زوينه قدامك، سد عينيك او خلي عينيك محلولين وصافر بخيالك انك غادي لواحد الرحله، انت اختار سميتها، اختار السيناريو ديالها حسب الميول ديالك نتايا. ثم حول الحاجه اللي ما بغاش تفهم لك لصور وخلي دماغك يفكر بحلول مختلفه، وقد ما وظفتي الخيال بشكل صحيح وممتع كتوصل للحلول اجمل. وممكن هذا الخيال توظفه في احلام اليقظه كما قلنا، وايضا في الاحلام اللي انت ناعس فيهم، بحيث انك تركز على الدماغ الايمن في التعمق في حل مساله معينه من خلال الخيال، لان نفس الصوره اللي رسمتيها في خيالك كتكون مسيطره على الدماغ، وكيكون العقل مشغول بها اكثر في المنام، بحيث كتلقى راسك في الحلم كتشوف راسك خدام على ديك الحاجه، وملي كتفيق كيكون الحل ديالها معك. فالدماغ والعقل عندهم طريقه خاصه في انهم يوصلوك لاسهل طرق للحل الا وظفتيهم بالشكل الصحيح. كتعرف الماكينه ديال الخياطه ياك؟ اكيد كتعرفها. اول واحد اخترعها كان سميتو إليس هاو، زاد في الولايات المتحده الامريكيه عام 1800
2019 كان كيخدم عند باه في المزرعة. من بعد مشى لواحد الجمعية هي خاصة بمصنعي الآلات ديال القطن في عام 1835 وتعلم كيفاش يصنع الآلات. ولكن من بعد شومر مع ديك الأزمة الاقتصادية ديال 1837 داك الفقر اللي كان كيعاني منه هاد هاو خلاه يقلب على خدمة باش ما كان. وهنا غادي نعرفوا ديك المقولة ديال الحاجة أم الاختراع. شحال كتخلي الدماغ كيخدم. فلقى واحد الخدمه في واحد المصنع ديال الالات وسمع بالصدفه واحد جوج كيهضروا وهو كيوصي صاحبه يخترع شي اله كتخيط الحوايج. هنا بغيت نقول واحد الحاجه، دائما رد البال الهضره المفيده اللي كتقال حداك، حيت ربما تكون رساله لك دير بها قفزه نوعيه في حياتك. فهاو ملي سمع ديك الهضره بسقات ليه في دماغه، وبما انه كيفهم صناعه الالات فكر مزيان القضيه وكان كيبقى ديما كيركز في مرته ملي كتكون كتخيط الحوايج بيديها. والسبب انه بغى يبني الفكره في راسو، يعني ديك الفكره راسمها خيال في دماغه وبدا بالفعل كينفذها. مشى صنع الماكينه الاولى ديال الخياطه 1839 واخا كانت عاديه جدا. المهم الفكره ديالو ولات حقيقه على ارض الواقع. انت شحال من فكره دارت في دماغك وما طورتيهاش ونفذتيها وخليتيها حبيسه الجمجمه ديالك، ما نفذتيهاش نهائيا وما حطيتيهاش على ارضيه الواقع حتى ماتت. الا رجعتي لعقلك كتلقى بزاف ديال الافكار كانوا عندك وما بقاوش. هنا طرح السؤال على راسك علاش. اذا نرجعوا لعند هاو كمل على تطوير الفكره اللي ولات حقيقه كيشوفها بعينيه. واحد النهار فاش كان كيصاب واحد المكانه لاحظ ان في الداخل ديالها بزاف ديال اللعيبات اللي كتخليها كتخدم بشكل دقيق، ومن هنا عاود نورات في عقله فكره انه يطور ديك الماكينه ديالو باش تولي معروفه في السوق. شتي غير بدا باللي عندك ما عمرك توقف طور وتطور تتوصل لداكشي اللي بغيتي. فهادشي اللي دار هاو طور ديك الماكينه ديالو وجات الفكره انه يخدم جوج براوات باش يخدموا بجوج في نفس الوقت، باش وحده كتغرز الخيط بشكل عمودي والاخرى كتجبدو بشكل افقي من التحت. هنا فين وقف عقله كيفاش غيدير لهاد اللعيبه. بقى مضارب مع الفكره يجيبها من هنا ويردها من هنا ويجيبها من هنا ويردها من هنا. بطبيعه الحال مره كيتخيلها هكا ومره كيتخيلها هكا. اذا هنايا وظف الخيال ديالو وهو كيشوف ديك الصوره اللي بغى لداخل ديال عقله باش داه النعاس. شاف المنام ديالو صوره البرا كتشبه السهم، ومن هنا جاتو الفكره ديال ديك التقيبه اللي في البراد الخياطه ديال الماكينه باش يكون عندها طرف رقيق من التحت عكس التقبه اللي في البرا ديال البرا ديال الخياطه ديال اليد كتكون غليظه. فبدا كينفذ الصوره اللي في دماغه ويرسمها ويعاودها وخدم عليها حتى تمكن من بعد 7 سنين انه يصنع ماكينه ديال الخياطه بغرزات سريعه كتخيط بخط مستقيم نفس الطريقه اللي كنشوفوا بها المواكن الان كيخدموا. فباع دوك الماكينات بثمن غالي بزاف، وهنا فين غلط هاد هاو. واخا باع بثمن غالي ما حاولش يعاود يطور الماكينات ديالو باش يوليو احسن. فمن بعد مده طاح ثمنهم في السوق. فهنا يحس هاو باليأس والاحباط، الشيء اللي خلاه انه يهاجر يخوي هذيك البلاصه نهائيا ويرجع عاود للفقر اللي عانى منه والصدمه الكبيره اللي وقعت لها. ملي رجع لديك البلاصه اللي كان عايش فيها لقى الماكينات ديال الخياطه كيتباعوا في الاسواق نفس الشكل اللي هو صاوبو، غير هو تم تطويرها. حيت ناض واحد سميتو اسحاق سنجر خدا الفكره ديال الماكينه ديالها وطورها وتشهرت في الاسواق، ومازال سميت ماكينه سنجر كاينه لدابا. احسن حاجه دارها هاو انه استفاد من التجربه اللي وقعت ليه قبل وخلاته ييأس حتى تم الاستيلاء على الاختراع ديالو وتم تطويره. فهاد المره ما يأس واصر انه يثبت حقه في براءه الاختراع ماكينه الخياطه، وجاء للهيئه القضائيه وتمكن انه ياخذ حقه المشروع. حيت حكم ليه القضاء ببراءه الاختراع والزم القضاء يتم دفع حقوق الملكيه لصاحب الاختراع الاصلي على كل الالات ديال الخياطه اللي كاينين في السوق. فولا هاو من الاثرياء في وقت قصير. لذلك عمرك تسمح في الحلم ديالك وتخليه في النص، لان غيجي واحد اخر غيكمل عليه وغيطوره وغينجح فيه طار منك والارضيه انت اللي حطيتيها ليه. الا ما صدقش ليك عاودو بطريقه اخرى، وإلا عاود ما صدقش ليك عاودو بطريقه اخرى حتى توصل للطريقه الصحيحه ديالو. الله تعالى ما عمرو غيضيعك في حقك. اي جهد درتي غتاخذ المقابل ديالو عند الله تعالى، ما عمرو غيضيعك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. غير خدم دماغك، فكره جاتك راه فيها خير كبير
ولكن خاصك تخدم فيها عقلك كيف ما كنشوفوها، وظف نصفي الدماغ ديالو وخلى فكرته تبان ليه فين ما مشى حتى وهو ناعس، لان الحل المشكل اللي كان عنده في انه يختار براوات شافها في نعاس. فما عمرك تسمح في الحلم ديالك، حيت غيجي واحد وغيطورو ويبني عليه. والله يرحم واحد الاستاذ الله يجازيه بالخير كان ديما كيخاصم علينا ما نعطيوش الوسخ ديال الانشاء اللي ضربنا عليه تماره شي واحد اخر. علاش؟ كيقول لنا حيت نتوما حطيتوا الفكره الاساسيه وقديتوا الافكار، وهذا هذاك اللي عطيتوا ليه داك الانشاء، داك الوسخ ديال الانشاء غيطوروا وغيولي احسن من ديالك انت اللي ضربتي فيه تماره. اذا ما عمرك تسمح في الحلم ديالك وتخليه في النص، حيت غيجي واحد اخر غيكملو وغيستافد منه، وانت غتفرج في الحلم ديالك كيحقق واحد اخر. اذا نرجعوا للنصوصه ديال الدماغ في القصتين، كاينين بزاف ديال القصص من نفس هذا النوع. كل المخترعين وظفوا النص الايمن في التفكير ديالهم، حيت كيعاون النص الايسر انه توضح ليه الفكره اللي واحد انه يلقى الحل ديالها. كنظن انه وصلت المعلومه. وظف هذاك النص المخ ديالك اللي كتخليه ناعس انه يعاون النص الايسر اللي كتحاول به انك تلقى الحلول ديال اي حاجه انت واقع فيهم، تكون القرايه تكون اي حاجه في حياتك. دائما خلي الدماغ ديالك يخدم كله. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا تفصيل هذه المساله. نور وسلام لارواحكم جميعا.